السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله عن جميع مستلزمات عنابر الدواجن. موجود بفضل الله وش البطارية الجديد، وش محمل ومجلفن ضد الصدى، وكمان الكتروستاتيك. مقاس الوش حضراتكم بيكون طول 2 متر في ارتفاع 40 سم. الوش بيكون فيه 2 باب. مقاس كل باب بيكون طول 40 سم في ارتفاع 20 سم، وده حضراتكم مقاس مناسب جدا نقدر نطلع الفرخة في العمر الكبير من غير ما رجل تتشبك او جناح يتكسر. يعني الباب حضراتكم بيكون واسع جدا نقدر نطلع الفرخه في العمر الكبير. طبعا حضراتكم بيجي مع الوش المسطره اللي هي خاصه بنضيق ونوسع حسب عمر الكتكوت. هنا طبعا حضراتكم الشكل النهائي لوش البطاريه زي ما وضحت لحضراتكم. الوش بيكون فيه 2 باب. طبعا حضراتكم الباب بيقفل ويفتح بنظام الجرار زي ما واضح قدام حضراتكم. وش محمل ومجلفن ضد الصدى، وكمان الكتروستاتيك. الالكتروستاتيك حضراتكم اللي هي الماده الزرقاء دي حضراتكم بتحافظ على السلك. كمان يوجد حضراتكم العلافه ال 2 متر الصاج المحمله برضو مجلفنه ضد الصدى. ويوجد كمان حضراتكم العلافه اللي هي المتر البلاستيك. طبعا حضراتكم العلافه المتر البلاستيك او العلافه الصاج ال 2 متر الاثنين بيركبوا على وش البطاريه مفيش اي مشكله. يوجد كمان حضراتكم جميع مقاسات الشفاطات الاتحاد الاوروبي، من اول المقاس ال 30 في 30 لحد اكبر مقاس ال 85 في 85. دايما حضراتكم بنصح باستخدام شفاط الاتحاد الاوروبي، بيكون عمره الافتراضي اطول لان طبعا الموتور بيكون على رمان بيل. كمان حضراتكم قوه السحب بتاعت الشفاط الاتحاد الاوروبي بتكون ممتازه جدا، يعني نقدر نقلل من درجات الحراره خصوصا في الصيف. كمان حضراتكم الشفاط الاتحاد الاوروبي يقدر يشتغل معاك طول النهار، يعني يشتغل معاك 24 ساعه في ال 24 ساعه مفيش منه اي مشكله. يوجد حضراتكم جميع مقاسات الشفاطات الاتحاد الاوروبي ال 30 ال 40 ال 50 لحد اكبر مقاس ال 85 في 85. يوجد كمان حضراتكم الشفاط المصري المقاس ال 60 في 60. وهنا طبعا حضراتكم البخاخات اللي هي الخاصه بالتطهير، البخاخه اللي بنستخدمها في التطهير بعد نهايه الدوره. وهنا طبعا حضراتكم العلافه اللي هي المتر البلاستيك وورق خلايا التبريد. وهنا طبعا حضراتكم قطع غيار الخاصه بلوحات التحكم. يوجد بفضل الله جميع تصنيع لوحات التحكم لعنابر الدواجن الكبيره والغرف المنزليه. طبعا حضراتكم يوجد الكوندكتور او الترموستات، التايمر، المفتاح، السلكتور. يوجد كل حاجه خاصه بلوحات التحكم. هنا حضراتكم لوحه التحكم طبعا خاصه بعنبر 10000، لوحه بتشغل اناره وهيتر وشفاط 1 وشفاط 2 وشفاط 3 وخلايا تبريد وانذار عالي وانذار واطي. زي ما وضحت لحضراتكم يوجد تصنيع لوحات التحكم حسب رغبه العميل. هنا طبعا حضراتكم موجود طبق التحضين الشركه الهندسيه طبق بيور، والعلافه المتر البلاستيك، طبعا الشفاط ال 60 في 60 المصري، وبخاخات التطهير. طبعا حاطهم هنا الدفايه الاربعه شمعه اللي بنستخدمها في الشتاء، دفايه ممتازه جدا. وطبعا حضراتكم يوجد كمان الشبك الواسع والشبك التحضين. شبك التحضين اللي احنا بنفرشه تحت عمر الكتكوت من عمر يوم لحد اليوم السابع فتره التحضين، والشبك الواسع اللي احنا بنأسس بيه البطاريات. وطبعا حضراتكم يوجد مقاسات ادراج السبله. يوجد المقاس اللي هو ال 95 في 57 اللي الناس بتقول عليه مقاس متر في 60، وطبعا اكبر مقاس المتر في متر. درج سبله خامه كويسه جدا، خامه بيور. ويوجد حضراتكم جميع مقاسات السقايات والعلافات الشركه الهندسيه. طبعا حضراتكم افضل شركه بالنسبه للسقايات والعلافات الخامه البيور هي الشركه الهندسيه. موجود هنا حضراتكم العلافه ال 2 كيلو اللوك اللي بنستخدمها في التحضين، والعلافه ال 4 كيلو اللوك، والعلافه اللي هي ال 6 كيلو اللوك. يوجد كمان حضراتكم الطبق التحضين البيور الخاص بشركه الهندسيه والشفاط ال 60 في 60. ويوجد كمان حضراتكم السقايه ال 2 لتر العاديه، والسقايه ال 4 لتر العاديه. ويوجد كمان حضراتكم ال 4 لتر اللي هي اللوك، وال 4 لتر اللي هي الهرمي. دي طبعا زي ما وضحت لحضراتكم جميع مقاسات السقايات والعلافات الشركه الهندسيه. هنا طبعا حضراتكم علافه السمان، العلافه البيور، العلافه برضو اللي هي الخاصه بالشركه الهندسيه، علافه ممتازه جدا وخامه بيور جدا. استخدمنا حضراتكم علافه السمان في فتره التحضين وكانت ممتازه جدا ومنعت معانا من تهدير العلف. موجود من علافه السمان بفضل الله باي كميه. يوجد كمان حضراتكم خطوط النبل الجاهزه، نبل 360 نقدر نستخدمه من اليوم الاول مفيش اي مشكله. يوجد حضراتكم جميع مقاسات الخطوط من اول متر لحد اكبر ماسوره ال 4 متر. يوجد جميع وصلات خطوط النبل، الوصله المربع في مربع، والوصله المربع في مدور، والكوع المربع في مدور. وطبعا الخب الطبق العريض الاحمر البيور زي ما واضح قدام حضراتكم، خامه بيور. ويوجد كمان حضراتكم جميع مقاسات خلايا التبريد من اول المقاس المتر في 60 لحد اكبر مقاس المتر ونص في 3 متر، سمك 10 سم
وسمك 15 سم ورق الوادي. طبعا زي ما نوهت لحضراتكم فيديوهات كتير، افضل ورق لخلايا التبريد هو ورق الوادي من ناحيه عمر الافتراضي. ورق الوادي اطول جدا. كمان من ناحيه قوه التبريد ورق الوادي قوه التبريد بتاعته بتكون عاليه جدا. يوجد حضراتكم جميع مقاسات خلايا التبريد من اكبر مقاس لاصغر مقاس بفضل الله. يوجد كمان حضراتكم الترمومتر الحراره والرطوبه، طبعا بنصح ان هو يكون موجود عشان نعرف درجات الحراره والرطوبه. موجود ترمومتر الحراره والرطوبه العادي، موجود كمان الترمومتر الحراره والرطوبه الديجيتال، ده حضراتكم الترمومتر زي اللي موجود عندي في الغرفه بعرف بيه الرطوبه. وكمان حضراتكم موجود التايمر اللي هو نقدر نظبطه على برنامج الاظلام او نظبطه على الشفاط يشتغل ربع ساعه او يقفل ربع ساعه. وطبعا حضراتكم دي البخاخه الخاصه بالتطهير. وطبعا هنا المفتاح الديمر الخاص بالسرعات الشفاط، كنت عملت لحضراتكم فيديو طريقه توصيل مفتاح السرعات. طبعا زي ما وضحت لا غنى عن مفتاح السرعات، بنستخدمه على جميع الشفاطات من جميع مقاسات الاتحاد الاوروبي ومقاسات المصري لتقليل السرعه، وخصوصا ان احنا داخلين على الشتاء. وزي ما وضحت لحضراتكم المفتاح امن جدا على جميع الشفاطات. وزي ما وضحت لحضراتكم كمان المفتاح عليه ضمان مدى الحياه سواء ضد عيوب الصناعه او ضد سوء الاستخدام. وعن تجربه مفتاح امن جدا على الشفاط. طبعا انا مشغله عندي حضراتكم على الشفاط ال 60 في 60 المقاس الاتحاد الاوروبي. كده وضحت لحضراتكم جميع مستلزمات عنابر الدواجن. يوجد بفضل الله جميع مستلزمات عنابر الدواجن، ويوجد شحن لجميع المحافظات. عنوان المحل حضراتكم في عزبة الهجانة، مدينة الأمل، مدينة نصر، القاهرة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.